والنبي اسال لنا دي مهمه قوي النقطه دي. طب هو فين ال 40 مليون؟ او معاك في الشنطه؟ هاتهم. لا يا فندم اصبر بس حضرتك يا فندم. لازم حضرتك تاخد الفلوس، لازم يكون ابن عم والدك يكون حاضر. الله يرحمه. لا ده عايش يا فندم، عايش. ابن عم والدك اللي هو اسمه الغندور يا فندم. الغندور مين؟ بندق خالد الغندور هو ابن عم؟ لا بندق ولا فستق، ده ملوش دعوه بالرياضه خالص يا فندم. هو لازم يكون موجود يحضر التركه، لان هو ليه نفس القيمه، ليه 40 مليون دولار زي حضرتك. ايه ده؟ طب لا معلش انا اسف والله ان انا بقعد اقاطع كل شويه، بس يعني ان كيس ان الحنطور ده اتقتل. اسمه الغندور يا فندم. الغندور ده اتقتل، هل ال 40 مليون دولار دول بيقولوا لصاحب تيمون برضو؟ لا دي مش محتاجه محامي، دي محتاجه حد بيفهم بس، يعني هنحاول برضه. نجيبه منين ده طيب؟ مش عارف. طيب حضرتك معكش رقم الغندور ده او نوصل له ازاي؟ يعني يجي ياخد حقه وانا اخد حقي وتمام بقى، يعني الواحد يتبسط بفلوسه. هو حضرتك للاسف بقاله 20 سنه ما حدش يعرف مكانه خالص، لكن المعلومات اللي عندي بتقول ان هو مغامر سفاري، كان رايح يصيف في جبال الهيمالاي وما رجعش لغايه دلوقتي. بس دي صورته. شفتوش قبل كده الصراحه. شفتوش ايه يا ابني؟ ده مش شبه حد نعرفه. مش عارف مين يعني. مدائة لما لقيناها. ماشي يا متر، خلاص احنا هندور على الراجل ده وباذن الله نلاقيه ونبقى نكلمك. كتر خير. يعني ما تأمروش باي حاجه تانيه قبل ما اقفل؟ لا اتفضل انت. السلام عليكم. ممكن اعرف انت ربطه كده ليه؟ عشان بتفاهم معاه بهدوء قفش، رحت مديله على دماغه وربطه. ممكن لو سمحت ما تضربش ابويا تاني على دماغه، عشان ده لما يكبر ممكن يطلع شخصيه مهزوزه. احنا هنتفاهم معاه بهدوء بطريقه متحضره، مش كده يا بابي؟ كده يا حبيبي. طيب بعد اذنك انا هشيل البتاعه دي من على بقك، بس توعدني انك مش تعمل صوت. اوعدك. اوكي. اوكي. الحقوني ورحمه ابويا يا بابا، لو فتحت بقك تاني هنحرك هنا. اوكي. انا ما اعرفش برضه سمعت. انت محمود كده ليه يا عم؟ عشان ترجع لحياتك. ايه اللي في حياتك لذيذ يعني؟ دي عيشه تقرف. ايوه انا عارف ان عيشه تقرف، بس كفايه ان فيها فرح. يا سلام، الحب فرح، الجدعنه فرح، يا سلام العشره فرح. وحشتني قوي. طيب خلاص بقى عشان انت بتتكلم عليها دي تبقى امي. طب انا عارف بجد وحشتني يا بومبا، امك وحشتني. بقول لك ايه يا تيمون، انتوا اصحاب يا ابني وشباب زي بعض، فهمه وقول له ان امه وحشتني قوي. حاضر يا بابا. بومبا، ابويا بيبلغك ان امك وحشته قوي. طيب مش هنبطل بقى خلاص استظراف انت وابوك؟ يا عم مش بنستظرف، انا ببلغك حاجه هو قالها لي. هو انت بتحبها قوي يا بابا؟ يا نهار ابيض يا ابني، ده عشره العمر. طب هي حلوه؟ يا خرابي. طب هي بس بتبان كده قدامكم وكده. انا هتكلم ليه؟ بص. ايه ده؟ دي صورها في الهانيمون. ما خلاص يا لذيذ. بس هنشوف الصور ونرجع لك تاني على طول. الصور دي انت منزلها على الفيس؟ دي حاجه تنزل على الفيس؟ انت اتجننت؟ وريني. انت يا ابني مش غريب يعني. دي قبله فرح؟ ايوه. طب ازاي وافقت تصورها كده؟ هي بتوافق على اي حاجه. على فكره مش انا اللي صورتها. عيب، ده واحد صاحبي استاذنتي قلت له صور. طب خلصتوا لذاذه انت وابوك؟ نشوف شغلنا بقى. طيب خلاص بابا، انت دلوقتي عندك فرصه ذهبيه. لا انا عندي نوبيره فاضيه. يا بابا اسمع الكلام بس لحد الاخر. انت دلوقتي في نظر المجتمع ميت، فعندك فرصه ذهبيه ترجع الشخصيه اللي انت عايزها. قول لي يا عم عيد، انت ليك ابن عم اسمه سعيد الغندور؟ ياه، جبتوه منين ده؟ عندك ولا ما عندكش؟ عندي يا سيدي، بس ده انا بقالي زمن ما شفتوش، ده يجي 30 سنه.